مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا عايزين نتكلم على البنوك المصريه واختيارك للبنك يتم ازاي. النهارده مثلا انت عندك في مصر ما بين اعتقد 36 ل 38 بنك تقريبا موجودين في السوق المصري وعاملين فيه وشغالين فيه. طيب اختيارك لكل بنك هيتم بناء على ايه؟ وايه البنك اللي ممكن يريحك في التعامل عن البنك التاني؟ في الحلقة دي انا هكلمك على شوية اسباب عملية منطقية تقدر تعتمد عليها في اختيارك للبنك اللي هتتعامل معاه. الفيديو ده هيكون مفيد جدا لاصحاب سواء حضرتك بتفتح حساب شخصي او بتفتح حساب شركة. طيب خلينا نبدأ الأول في الجزئية الأولى. دلوقتي أنت لو هتفتح حساب بنكي حابب تفتحه عشان تحول راتب ولا علشان وديعة أو هتترك أو مجرد حساب توفير هتترك فيه مبلغ؟ السؤال ده ليه؟ السؤال ده لأن كل واحد فيهم بيختلف غير التاني. النهاردة أنت لو هتحول الراتب بتاعك على بنك معين فلازم تبدأ تشوف البنك ده خدماته موجودة عاملة إزاي. هل حركة الفلوس عندك كتير على الحساب محتاج ان البنك يكون ليه ماكينات اي تي امز كتير. خدماته الاونلاين مريحه مفيش فيها مشاكل ولا لا؟ تقدر تحول منه بسهوله ولا الموضوع صعب ومحتاج زياره للفرع؟ لو احتجت فرع هل الفرع ده قريب ليك ولا لا؟ نروح على الجنب التاني. لو هو حساب توفير او انت مجرد بتدور شخص بتدور على حساب في بنك تحط فيه فلوسك وتنتظر منه العائد اللي هيجي لك كل شهر. في الحالة دي في عندي سؤالين ليك. السؤال الأول، هل أنت هتترك المبلغ ده لفترة كبيرة؟ وبالتالي أنت ممكن في الحالة دي تتعامل مع البنوك الحكومية، لأن البنوك الحكومية الحقيقة هي أكتر بنوك بتدي ريت فوائد أو معدل الفايدة فيها على الحسابات التوفير بيكون أعلى من البنوك التانية بسبب الدعم اللي بيحصلوا عليه من البنك المركزي لأنها تعتبر بنوك الدولة. لو المبلغ مش فرق او العائد مش مهم بالنسبه لك قوي، او لو الفرق بسيط مثلا بنك بيدي 30% وبنك بيدي 28 فانت مش فارق معاك كتير قوي ال 2%، فقررت ان انت تروح مع بنك تاني، يبقى في اختيار تاني مهم جدا وهو البنك التاني خدمات عنده متوفره شكلها عامل ايه. النهارده انت لو عايز تستثمر في البنك ده، لو الموضوع مش مجرد ان انت تترك فلوسك او تسيب فلوسك في حساب وتجيب لك عائد كل شهر، ده التفكير اللي هو البسيط خالص. طيب افرض النهارده انا حبيت اخد الفلوس دي اشغلها في اي شيء تاني، اشتري بقى صناديق استثمار، صناديق الادخار، لو في حسابات اليوم الواحد اللي هي بتحسب عوائد يومية، لو احتجتها في بيزنس. طيب لو حبيت ان انا يعني هسيبها هجمد الودائع دي لفترات معينة، معدلات الفايدة في البنوك دي عاملة ازاي؟ فالحاجات دي مهمة جدا. يبقى قلنا تاني من الاول، انت حسابك هتفتحه بناء على راتب ولا بناء على توفير، او هتترك بس فلوسك في الحساب؟ ومن هنا تبدأ تشوف البنوك المناسبة ايه. كل البنوك تقريبا على الويب سايتس او الصفحات بتاعتها الرئيسيه بتلاقي فيه الحسابات الموجوده عندها. اغلب البنوك بيبقى عندها حد ادنى من الراتب اللي لازم يتم تحويله، او حد ادنى من الرصيد لو حساب توفير، حد ادنى من الراتب لو حساب جاري، وحد ادنى من آه، الرصيد لو حساب توفير. فانت لازم تبقى عارف كويس جدا ايه اللي مناسب ليك في دول. تيجي للمرحلة اللي بعد كده، اخترت فتحت صفحة البيج أو صفحة البنك على النت ولقيت فيها البيانات اللي أنت محتاجها، اخترت بنك معين بناء على التقييمات أو أنت لقيته مناسب بالنسبة للحساب اللي هتفتحه. نيجي لنقطة مهمة، محتاج تبص على تقييمات الناس على البنك ده. وهنا هتبص على حاجتين، تقييم البنك نفسه وتقييم الانترنت البنك الخاص بيه. لان ما عادش فيه اي، يعني البنوك كلها حاليا اغلب خدماتها بقت بتتوفر اونلاين عن طريق الابلكيشنز او التطبيقات الخاصه بيها، وبالتالي لو التطبيق بتاعه صعب في الاستخدام او فيه مشاكل كتيره انت غالبا هتبعد عن البنك ده. فانت لازم تقارن الجزئين دول، الخدمات اللي بيقدمها لك والانترنت البنكي بتاعه والدعم بتاعه عامل ازاي. وطبعا في نقطة كمان ثالثة مهمة جدا وهي خدمة العملاء، هل سهل الوصول ليهم ولا الموضوع صعب وهتنتظر وقت طويل جدا في التليفون، ولو عندك عملية احتيال بتتم مش هتعرف توصل لهم. كل دي نقط لازم تفكر فيها. خلينا نشوف أول نقطة بالنسبة للبنك نفسه. بنك كويس تقييم العملاء ليه كويس، دي تقدر تعرفها الحقيقة من كذا مكان. تقدر تعرفها من صفحته على الفيسبوك وتشوف تعليقات الناس، تقدر تشوفه على التقييمات اللي موجودة على جوجل، وتقدر تدخل على الانترنت البنكي بتاعه على جوجل بلاي او الاي او اس لو موبايلك ايفون، وتشوف تعليقات الناس بتقول ايه على الابلكيشن بتاعه.
طيب خلصنا الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه، الناس بتتكلم ازاي على خدمه العملاء الخاصه بالبنك ده؟ هل سهل الوصول ليهم؟ هل لو احتجتهم، لو انت عندك مشكله، لو انت جوه مصر او خارج مصر او في اي دوله تانية، هل تقدر توصل لخدمه العملاء بشكل سريع ولا الموضوع صعب؟ الحاجات دي هتحدد لك كتير انت ممكن تروح لانهي بنك. وفي نقطه اخيره، ان انت لازم برضو يبقى البنك ده الى حد ما ليه فرع قريب ليك، مش مجرد ماكينات اي تي ام، لا يبقى ليه فرع قريب ليك، عشان لو احتجتهم في شيء او لو في مشكله عندك اونلاين ومش قادر تحلها تقدر تروح للفرع ده، تروح له ويقدر يساعدك. وهنا لازم تختار ان البنك ده ما يكونش عليه عدد عملاء كبير، عشان وقت ما تروح الفرع ما تنتظرش وقت طويل قوي، تقدر تاخد خدمتك بشكل سريع. طيب نيجي للجزئية التانية. احنا كده إلى حد ما انت اتكونت عندك الصورة الخاصة باختيار البنك بناء على ايه، واديتك بعض الهنت كده او بعض الحاجات اللي ممكن تبص عليها تختار بيها البنك ده هتشتغل او هتختاره بناء على ايه. نيجي بقى لنقطة تانية مهمة جدا، وهي هنا في المرحلة دي هتلاقي نفسك أمام اختيارين: بنوك حكومية موجودة وبنوك خاصة. البنوك الحكومية مميزاتها كالتالي: مميزاتها إن هي بتدي عائد فايد، العائد بتاع الفوائد بتاعها كبير على الحسابات بتاعة التوفير. يعني أنا بشوف إن دي أكبر ميزة موجودة ليها. عدد الماكينات بتاعتها وانتشارها كبير. والسلبية اللي موجودة عندهم وهو إن خدمة العملاء بتكون سيئة عادة، وعدد العملاء في الفرع بيبقى كبير جدا لو حبيت تزور الفرع في أي شيء. نيجي على الجانب الآخر، البنوك الخاصة. البنوك الخاصة خدماتها، خدمة العملاء الخاصة بيها بتكون أفضل بكتير جدا من البنوك الحكومية. سعر العوائد فيها بيكون أقل نسبيا من البنوك الحكومية، وعدد فروعها مش بيكون موجود بشكل كبير قوي زي البنوك التانية. أنا في الفيديو كده ما حبيتش أطول عليكم أكتر من كده، بس أنا حاولت ألم لك كل شيء ممكن تفكر فيه في اختيارك للبنك ده. ممكن تبدأ من جزئية اللي موجود ليه فروع جنبك وتبدأ تختار واحد منهم، الموضوع هيبقى اسهل شويه ليك. لو بتستفيد من الفيديوهات، كان معاكم اسلام عيسى ودي جرو اب يور مايند. شكرا لكم.